صباح الفل. الفيديو النهارده من البيت الابيض. هو مدي على اوف وايت بس عادي. اكيد بحور فيديو عادي من المنتزه من اسكندريه عشقي اللي انا بحبها جدا. وفي حاجه غريبه جدا يا جماعه، الجو. يعني بص الجو دلوقتي اهو هوا جدا عشان قلعت الجاكيت. اول ما البس الجاكيت الجو هيبقى حر. ده خدها مني اكيد. الجو تحسه راكب على افكتات. ودفعوني 13 جنيه تيكت او 12 جنيه، وانا بقول لبتاع الامن مش هسيبك، وانا عارف اجيب ال 12 جنيه ازاي. بس ما علينا. لاحظت حاجه جميله جدا في المنتزه، وهي ان الولاد والبنات بيخشوا مش عارفين بعض، ففجاه بيعرفوا بعض، ففجاه بيعرفوا بعض اكتر، ففجاه بيطلعوا معاهم جيجي ومحمد عندهم سنتين، ودي حاجه مش كويسه خالص. الحاجه التانية ان انا اكتشفت ان الشعب الاسكندراني يعني في عده اكتشافات كده. اللي هو اول حاجه ان الشعب الاسكندراني كله اخوات، اللي هو كله اخويا اخويا تعالى اخويا اخويا اختي تعالى اختي، فاهم؟ حاجه جميله جدا. الاكتشاف التاني ان اسكندريه كلها اسمها حمو. يعني محمد اسمه حمو، احمد اسمه حمو، علي اسمه حمو، ساره اسمها حمو. بس حسيت ان ده مفيد. بص الشمس طلعت ازاي. حسيت ان ده مفيد. ليه بقى؟ لان انت لو في خناقه وقلت يا حمو هتلاقي اسكندريه كلها جت وقفت قدامك تنقي انت بقى مين اللي عايز يخش معاك الخناقه، فهتستفاد من الموضوع ده. تاني حاجه ضايقتني ان الاسكندرانيه ما بيقولوش اخر حرف في الكلمه. يعني اللي هو احمى، محمد، تحس انهم على طول بيتاوبوا، فاهم؟ فليه بس حسيت ان ده ممكن ينفعهم ان هم يبقوا احسن شعب بيغني راب. اللي هو خد على بارد على خد على بارد تعالى على جي مثلا، هتبقى حلوه جدا. واكتر حاجه ضايقتني في اسكندريه يا جماعه بجد، مع اني بعشقها وبعشق الاسكندرانيه، بس اكتر حاجه ضايقتني هو سواق الميكروباص. عارف ان انتوا بتكرهوا كلمه ميكروباص وهتسفوا علينا وبتقعدوا تقولوا ميكروباص يا عم مشروع، سيبنا من كلمه مشروع هجيلها بعدين. بس سواق المشروع هنا يعني يتسم بطبع التناكة غير مبررة. تنك جدا والله العظيم. يعني هو لا بينده على المنطقة اللي هو رايحها، ولا بيشاور على المنطقة اللي هو رايحها، ولا انت لو سألته على المنطقة اللي هو رايحها بيجاوب عليك. هو كل اللي بيعمله ان هو ماسك كده دريكسيون، وده بيبقى شكله بالظبط. بس هي كده ثابت على الوضع ده. بص يعني الدنيا بتتغير من حواليه. بص جو بيتقلب، جو بيتعدل. الزمن حقبة زمنية بتمر عليه عصور، هو قاعد عامل كده متحركش. فتيجي تقصه يعني تساله يا اسطى ميامي يا اسطى، ما فيش، ما بيردش. ودايما ماشي على سرعه 30. مش عارف ليه هنا بيخافوا يدوسوا بنزين. وبعدين ليه مشروع؟ ها يعني ليه اسمه مشروع؟ ما خلاص عندك دريكسيون تمام، وعندك فتيس بينقل سرعات، ويعني المشروع اكتمل ونجح وبقى حاجه بتوصلنا، فليه لسه اسمه مشروع؟ مش فاهم. الحاجه التانية ان احنا عندنا في مصر في حركه كده سواقين الميكروباص بيعملوها جميله جدا. هو هم عشان يقفلوا الباب اللي هي تلاقيه بيدوس فرامل فبيقفل الباب. في مصر بقى اما بيدوس فرامل انت بص كده فجأة هوبا بقيت ايه؟ في الطابلو. هنا بقى تحس انه بيهشتكك دلوقتي، تلاقيه بيدوس فرامل كده، خد يا قاسي انت، فاهم كده؟ يعني حاجة جميلة جدا. وانا الحقيقة همشي عشان بريت، وعارف ان انا اول ما البس الجاكيت الجو هيحرر. ومش عارف ليه برضو، يعني برضو حاجة نفسي اسأل عليها، ليه بتاكلوا في اخر الكلام؟ يعني مثلا ليه بتكسلوا تقولوا الكلمة كاملة؟ صعبة قوي دي، الكلمة كاملة يعني. يعني مثلا هو اسمه سان ستيفانو، فليه بتقولوا احنا قاعدين في سان؟ يعني ما انا ما فاهمش انا ايه ده، سنة عصفور ده ولا ايه؟ ايه ده؟ لا وحشة قوي دي. لا فاكس. باي 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 باي.